واش معقول ولدك يضيع غير حيت ما عندكش باش تخلص عليه المدرسة؟ في الاخر انت باغي تشجعنا التلاميذ يقراو في المدرسه ديال الخصوصي، ولكن حنا غنبقاو في المدرسه ديال العمومي. الفقراء اليوم كيتسلفوا ويتكلفوا باش يهربوا من المدرسة العمومية ويوفروا لولادهم تعليم أحسن في مدرسة خصوصية. هاد الشيء ماشي معقول. في المدن الكبيرة بحال كازا، الرباط، مراكش، المدارس العمومية ولات بحال شي دار أيتام بلا حنين ولا رحيم. علاش؟ حيت المدارس الخاصة دايرة استثمار كبير تما، تقريبا أكثر من 7500 مدرسة خاصة برقم معاملات كيوصل حتى ل 30 مليار درهم في العام مع جميع المصاريف. يعني بطبيعة الحال المستثمر كيمشي للمدينة الكبيرة اللي فيها بزاف ديال الزبناء، وفين كيخليو المدرسة العمومية مهمشة وخاوية وبلا جودة. وحتى إلا مشيتي للخصوصي باش تهرب من هاد المعاناة غادي تلقى راسك في مشاكل من نوع آخر. كيفرضوا عليك رسوم تسجيل مبالغ فيها بلا حتى شي مبرر. كاين اللي كيفرضوا على الآباء يشريو الكتوبة وحتى اللباس الموحد من عندهم، وزيد الترونسبور إلا كنتي ساكن بعيد. الأستاذ الخلاص ديالو في العمومي ما كافيهش، هادشي اللي كيخليه يخدم في الخصوصي، ولكن النتيجة ما كيبقى عنده لا وقت ولا طاقة باش يديرهم بجوج، واللي عنده الفلوس هو اللي كيتعلم مزيان. كاين مدارس اللي كيمسحوا مواد من البكالوريا ويركزوا غير على المواد اللي كيتحطوا في الامتحان، بينما في العمومي كيقراو البرنامج كامل. هادشي اللي كيخلي صحاب الفلوس يجيبوا نقاط مزيانه وما كيكونش تكافؤ الفرص في لي كونكور من بعد الباك. وزيد عليها الاختبارات الانتقائيه للتلاميذ كيدخلوا غير اللي كيقرا مزيان وعنده معدل في الجهوي باش يجيب نتيجه مزيانه، وفي الاخر يعلقوا عندنا نجاح 100%. اللي خاصنا واضح وبسيط، خاص الرقابة تشدد على هاد المدارس الخاصة، خاص الدولة تعاون الآباء اللي غارقين في مصروف الخصوصي ودير لهم شي إعفاءات ضريبية، خاص دار شراكة بين العمومي والخصوصي باش حتى ولاد الفقراء يقراو في مدارس مزيانة، والأهم من هاد الشي كامل خاص إصلاح المدرسة العمومية باش ترجع هي الاختيار الأول. اليوم التعليم ولا بحال شي ميزان كيميل عند اللي كيخلص كتر. سؤال، واش عندنا الشجاعة نصلحوا التعليم العمومي قبل ما يضيعوا أجيال كاملة؟